غنديروا اليوم واحد الكيكه بلا دقيق ابيض وبلا كريمه، كتجي زوينه. غندوز نشوفوا الطريقه والمقادير. هنايا 100 غرام ديال الزبده اللي مطلوقه خارجه من الثلاجه مع شويه ديال الملحه، واحد الفاني. غنضيفوا نص كاس ديال سنيده، كاس ديال العنبه. غنطربوا هاد العناصر. غنضيفوا جوج بيضات، غنضيفوا بيضه وحنا كنطربوا. غنضيفوا البيضه الثانيه. غنضيفوا نص كاس ديال الحليب، كاس دائما ديال العنبه. نحركوا عاوتاني. غنضيفوا واحد جوج خمارات. غنضيف واحد الكاس ديال العنبه ديال الفينو وغنخلط عاوتاني. غنضيف كاس ثاني ديال الفينو. اخير غنضيف واحد المعلقه كبيره ديال الخل. صافي غنحرك هادشي مزيان. العجينه كما كتشوفوا كتكون هكا، الخليط تيكون هكا ثقيل شويه. غنديرو في هذا المول. انا درت هذا المول صغير اللي غلفتو بابي سيلفريزي اولا دهنوه بالزيت ودردروا عليه الدقيق. صافي غنديروها في الفرن 180 درجه، شعل غير من التحت. الخليط تيكون هكا قابض راسو. غنديروها في الفرن 180 درجه، شعل غير من التحت. الخلاط الكهربائي نديرو واحد 4 كاس ديال الماء غليان. غنزيدو معاه نص كاس ديال سنيده ديال العنبه، دائما العنبه. واحد ساشي ديال الحليب غبر واحد. هادشي مزيان. حنا غنضيف واحد المعلقه كبيره ديال الزبده، واحد نص كاس ديال عصير الحامض العنبه دائما. صافي وغنطحنوا كلشي. وغنطحنوا الكيكه ديالنا بعد ما طابت قسمناها على جوج. غندهنوها بالكونفيتير ديال الفريز. وغنستفوا القطع ديال الفريز. استفنا الفريز. غنديروا لا كريم ديالنا من الفوق. صافي وغنديروا الطبقه الثانيه من الفوق. وغنغطيو لها حتى هي وجهها بشويه ديال لاكريم. هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه ديالنا كي كتجي. كنتمنى تجربوها وبالصحه والراحه.